احنا الحمد لله عدد السكان عمال يزيد والقضايا عماله تكتر. ليه ما يتعينش قضاة اكتر من كده وتبتدي الرسوم؟ على فكره الرسوم لو زادت، خد بالك عشان كلمه الرسوم دي، الرسوم لو زادت 10 جنيه وتخصص النصيب ده بالاعداد اللي حضرتك شايفاها دي، ما بقولش الاف، لا 10 جنيه رسوم، لان الرسوم ممكن المحامي يقول لك بقى ال 10 جنيه تبقوا 1000. انا بتكلم على ال 10 جنيه دي لو زادت وتم تعيين قضاة وتم اخذوا الفلوس دي للخزينه، هيزيد عدد القضاة، خصوصا ان هي يعني لو صح التعبير اغلس قضايا اللي هي قضايا الاحوال الشخصيه، لان احيانا الست ولا بيكون ليها مأوى ولا بيكون ليها مصدر رزق، والعنف فعايزه والعنف ده ممكن الراجل يقول دي في ذمتي وتيجي يروح يكسر البيت على اولاده وعليها طول ما هي مراته. ايوه في كوارث ممكن يحصل جرائم قتل. انت رفعتي عليا قضيه؟ فاكره في القضيه زمان اللي عملوا لها فيلم، انا حضرت فيها بالظبط القضيه دي سنه 89، انا فاكر السنه بالظبط. اللي عملوا لها فيلم اللي اتقطعت جوزها دي. دي حقيقيه دي على فكره. ده مش قصه. ايوه دي القصه ديت واخدت فيها القصه الواقعيه ديت. انا لما حضرت المحاكمه بتاعتها انا عذرت الست دي لا قتلت، انا بقول لها تقتل. انا شفت الاسباب اللي ادت بيها لكده، مش معاها انها تقتل، هي كانت لازم تلجا هنا بقى للخلع للطلاق. هي كانت مستنيه، بس كان لسه ايامات 89 في الخلع لسه. بس عايز اقول لك قد ايه كان القهر، قد ايه الظلم، هو ده اللي انا عايز اقوله. احنا دلوقتي بقى عندنا طريق للخلع. ما هو وصلها الحاله زي ما حضرتك بتقول، احنا مش بندعو لان ده لا طبعا يتعمم طلاق، بس هو وصلها الحاله. انا عايز اقول لك قد ايه وصلت انها قتلت. وست كانت متجوزه امير عربي قبلها، يعني كانت عايشه مرفهه. ما معنى كده؟ انها اتقلبت من سيده سويه الى انسانه مجرمه بسبب راجل كانت ممكن تقول له باي باي بخلع دلوقتي. بالظبط. طيب خلينا بقى نقول الخلع، يعني احنا قلنا دلوقتي اقصى فتره تقاضي بالاجازات بكل حاجه سنتين. طيب لو اتكلمنا على الخلع بياخد قد ايه؟ المفروض انه ينتهي في خلال 6 اشهر، وكلمه المفروض ده 6 اشهر ده المفروض. برضو ما اقدرش احكم لك عليه بالوقت. بس الخلع ده ملوش اسباب خالص، وملوش انا اخد كل حاجه بقى بياخدها الزوج هنا. هقول لحضرتك انت هتفتحي لي نقطه مهمه جدا. الخلع بقى عشان بس ايه الست ما تفرحش انها اتخلقت وتبقى متعلقه ضميريا قدام ربنا، والطلاق بتاعها يبقى متعلق وهي مش مطلقه، او الطلاق فيه غش. بمعنى ايه؟ اتفضل. ايه هو الخلع؟ الخلع عرفته الماده 20 بكلمتين: لزوجين ان يتراضى، لو ما تراضوا خلاص هيتخلعوا مع بعض. طيب لو ما تراضوش في كلمتين: تقيم الزوجه الدعوه بتاعتها بطلب الخلع وتفتدي نفسها، وتقول نص الماده افتدت نفسها وخالعت زوجها. يعني افتدت نفسها بان انا مش عايزه اللي عندك، ولا افتدت نفسها بان انا هدفع من عندي؟ ما هو لسه كان بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه، وردت عليه الصداقه الذي اعطاه لها. نرجع بقى للكلمه زمان لما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لها ردي علي حديقتك. يعني رد عليه ايه؟ المهر او ما اعطاه ليكي. تمام. هنرجع لمشكله ضخمه قوي قوي قوي، حتى المحامين برضه مش عارفينها كتير. حته ايه هو المهر الصداق اللي بيرد؟ هل هو المكتوب في القسيمه ولا السري؟ يعني ايه السري او المكتوب؟ لان احيانا بيكتبوا حاجه المسمى بيننا بيتكتب كده، المسمى او ربع جنيه مثلا، او جنيه او 10 جنيه او 1000 جنيه، وهو اصلا دافع 50,000 جنيه. كويس. تمام. او شاري العفش على انه مهر. تمام. تيجي الزوجه تروح رافعه، تروح لمحامي، المحامي ما يسالهاش وهي ما تقولوش انت دافع لك مهر قد ايه؟ نص جنيه، وهي اخده 50,000 جنيه. يروح رافع لها انذار بالطاعه وتاخد حكم بالخلع. في الحاله ديت هي ما ردتلهوش اصلا الصداق بتاعه. يبقى اذا الخلع نفسه اللي شرعي ما تطبقش عليه. ادي واحد. القانوني بقى في كارثه. وفي حاجه مهمه. ايه هو القانوني؟ السؤال اللي تم اثارته ما هو المهر المطلوب رده؟ هل هو المقدم المطلوب ولا السري؟ هنا بقى في اللي مش هدخلنا في قصه. احنا لسه هنكمل في الحلقه تانية ان شاء الله على موضوع الخلع. تمام. بس اتفضل. بس الحته دي هنقولها في كلمه واحده. دلوقتي الموجود في قسيمه الزواج ده اللي هو الظاهر المكتوب، ما يخضعش زي الاثبات في القانون المدني. احنا في قانون اسره خاص بيرجع لمين؟ لمذهب سيدنا الامام ابو حنيفه، اللي هو ايه؟ البينه على من ادعى والحلف اليمين على الزوجه. طيب يبقى ايه لو جه زوج راح قال لك ايه في سوريه
انا قلت كاتب جنيه عشان ما ادفعش رسوم توصيل، وجنيه بس هو الموجود. راحت الزوجه قال لي انا بعترض، ده انا جايب اصلا دافع لها 50,000 جنيه قدام فلان وفلان. المحكمه تعمل ايه هنا؟ ممكن الست دي تخسر قضيه الخلع في الحاله دي. المحكمه لو هو جاب شهود، لو جوه المحكمه هتعمل ايه؟ ممكن جايب شهود وهو ما يكونش على حق، مش كده؟ بس طالما الشهود شهدوا يبقى لازم هي ترد له اللي قال بيه الشهود، مش كده؟ بص حضرتك، لو الزوج جه راح قايل حط دفع خطير جدا قدام الزوجه، قال انا بدفع بسوريه المهر، ده مش المهر الموجود المكتوب، ده انا بستشهد بفلان وفلان. المحكمه لازم مجبره انها تجيب شهود من هنا ومن هنا وتعمل جلسه تحقيق. المحكمه ما اتلخبطتش. توازنه معنى ايه؟ يعني انا لا عارف ده ولا ده عمال بيحلفوا ودول عمالين يحلفوا، يعني دول عمالين بيقولوا ودول بيقولوا. والمحكمه بتوجه اليمين الحاسمه في الحاله ديت بالنسبه للزوج، وتبقى كارثه لان الموضوع خطر. لو انا اتطلقت، لو الست دي تم تطليقها، وخدي بالك من خطوره الموضوع ده، وما ردتش المهر بتاعه، يبقى اصلا الخلع زي الراجل اللي هقول لك الست هنا مكان الراجل اللي بايده التطليق. بمعنى لو جه راجل طلق الست 3 طلقات نهائيه وهو عارف، وجا ما اثبتش قدامه، قال لك انا مش ما اثبتش في البتاع ده، وهو مدرك انها محرمه عليه تحريم قطعي، مش لو عاش معاها مش يبقى زنا؟ ويبقى حرام ولا حلال؟ هي برضو انا من وجهه نظري اذا هي ما ردتش عشان، لان الشرط الوحيد للخلع ان هي تفتدي نفسها. طب هي خدعت وقالت هو لا ده 3 ده 100 جنيه، هو ما قدرش يثبت. خطر. انا بنبه السيدات في الحته دي كده لازم ترد الفلوس كده دينيا، مش كده؟ دينيا. يعني هو والمحكمه برضو، لان المحكمه هترجع للمذهب سيدنا الامام ابو حنيفه في الاثبات، مش في القانون المدني. فهتجيبها هتحلف غلط؟ لا. طب هتجيب شهود زور؟ لا. هنا بقى الكلام، او هو يدعي. ممكن الزوج يلجأ فيها عشان هنا بقى اقول الاطاله المحموده احيانا او الايجابيه، انا بلجأ لها احيانا في حاله واحده بس. تلجأ لها بالنسبه للزوج؟ نلجأ لها لان في الاطاله، امتى الاطاله المحموده في الاجراءات الطلاق او الخلع؟ لما يبقى في محاوله التوفيق ما بين الزوجين وفي الزوجه ابتدت تميل، او كان زعل شويه ان الراجل ده عمل خيانه صغيره وابتدت انها ابتدت بتحبه وابتدت ترجع. هنا ممكن نقول نطلب من المحكمه طب اجل، ويبتدي بقى بس بشرط عدم الاجحاف بحقوقها. يعني نرجع لربنا بقى هنا. ربنا قال الحل، حكم من اهلي حكم من اهلها، اتفضلوا بقى اقعدوا. والاثنين دول لازم يكونوا على درجه يعني دي لها شروط. كان سيدنا الامام عمر كان بيجلدهم لو رجعنا ربنا في كل حاجه، المحاكم مش هيكون فيها قضايا، حتى وان كان زي ما بقول لحضرتك خلع او طلقه. بقول لحضرتك فلو رجعنا لربنا وزي ما بقول الايه دي تحديدا بس، ولا تنسوا الفضل بينكم، هيكون الطلاق طلاق ايجابي، وهيكون الخلع بالتراجع، وهيكون كل حاجه طالما احنا رجعنا لاوامر ربنا، لان ربنا امرنا ما خليناش اختيار، قال امر. ولا تنسوا. بس انا عايز ارجع في اهم نقطه. نعم. الراجل برجاء عدم الانفاق ده بالذات ما ينفعش. صح. وخصوصا في الزوجه بقى حجر، ما تبقيش صخره، ما تبقيش اللي انت تدمري عشان خاطر الراجل ده مش نافع. لا، الراجل ده بالراحه اخطا احتويه. امال انت ايه؟ انت لازم انت ربنا جعلك سكن ليه. طب السكن ده فين ده؟ والموده والرحمه فين بين الاثنين؟ بالظبط. دكتور محمود شعبان استشاري قانوني، هنتكلم بقى بالتفصيل في الحلقه الاخيره بالظبط كده من شهر اغسطس ان شاء الله على موضوع الخلع، ونتكلمها قانونيه اكتر.